لبست فستان أبيض وسط مزيكا هادية وكل الأحباب اتجمعوا. الحفلة كانت على الضيق وسمعوا بيها الجيران، وعلشان هي مسيطرة مشت الكل على المسطرة ورفعت شعار جوازة سرية. منعت التصوير والعريس لبس بدلة كلاسيك سودا. اعرف لأول مرة أسرار عن جوازة أنغام من أحمد عز ولقطات حصرية من فرحهم محدش يعرف عنها حاجة. يا ترى ليه اتعمل في السر؟ إيه هي كواليس فرحهم اللي محدش يعرف عنها حاجة؟ ليه أنغام رفضت تعلن خبر جوازها؟ مين الفنانين اللي حضروا فرحهم؟ أسرار ولقطات لأول مرة معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين للآخر في مفاجآت مثيرة. المطربة أنغام اتجوزت الفنان أحمد عز، دي الجملة اللي بتتردد بقالها سنين كتير بين الناس سواء في الشارع أو على السوشيال ميديا، وشوية يقولوا لأ ما حصلش وشوية يقولوا حصل. ورغم إن انتشر عقد جوازهم على بعض المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا، لكن لا أنغام ولا أحمد عز أعلنوا خبر جوازهم. طول السنين دي كلها هم ساكتين خالص ولا يمكن يتكلموا أبداً في الموضوع ده. وطبعاً اللي بيحصل ده على عكس أنغام، لما بتتجوز بتطلع تعلن للناس وتنشر صور ليها مع جوزها، وكل شوية تكتب له كلام رومانسي وبتحضر معاه كل حفلاتها، وكتفها في كتفه إلا جوازتها مع أحمد عز حواليها غموض كبير. أسرار الجوازة دي كتيرة، وهنقول كمان لقطات من فرحهم. أيوة يا جماعة، أنغام وأحمد عز اتجوزوا بعد ما اتعرفوا على بعض فترة طويلة ولقوا في قبول كبير ما بينهم ومتفاهمين جدا في كل حاجة، فقرروا إنهم يتجوزوا. ووقتها أنغام قالت له أيوة أنا كبيرة وفاهمة، بس لازم تتقدم لي رسمي وتقابل أهلي وتقعد معاهم علشان مستحيل أتجوز في السر أبدا، ومفيش حاجة تخليني أعمل كده، لازم الجوازة تكون بعلم أهلي. وهو ما صدق وراح اتقدم لها فعلا، وأهلها طبعا وافقوا. أحمد عز برضه جان وكاريزما وما يترفضش. بعد ما خطبها قرروا إنهم ما يعلنوش خبر جوازهم للناس خالص، وبعد أيام قليلة جدا من الخطوبة قرروا يتجوزوا. ولبست أنغام فستان أبيض رقيق قوي شبهها، وعملت مكياج كشف جمالها، وعز لبس بدلة سودا كلاسيك، وجابوا المأذون وأهلها وأهله وصحابهم هما الاتنين، وكتبوا الكتاب في الفيلا بتاعت أحمد عز تقريباً. وقتها كانت في مزيكا هادية ورقصوا وخدوا كمان صور مع بعض، وبعدها اتعشوا وخلص الفرح على كده. يعني كان حاجة عالضيق قوي علشان الخبر ما ينتشرش، وكمان منعوا اللي حضروا كاتب كتابهم إنهم يصوروا أو يطلعوا تليفوناتهم أصلاً. عاشت أنغام مع أحمد عز أحلى أيام حياتها، في حب ودلع وتفاهم واحترام لبعض، وجيرانهم وكل اللي يعرفوا كانوا بيتكلموا عن قصة حبهم واحترامهم لبعض. وفجأة انتشر خبر جوازهم، وطلعت أنغام وقالت لا اتقوا الله مفيش الكلام ده، لا أنا اتجوزت ولا حاجة، ويا ريت كفاية إشاعات بقى. لحد ما الجمهور اتفاجئ ببيان رسمي نشره محامي أنغام أعلن فيه خبر انفصالها عن جوزها الفنان أحمد عز، ويا عيني عليهم شكل العين صابتهم واختلفوا مع بعض. بس أنغام لحد النهاردة رافضة تقول السبب اللي خلاها تنفصل عنه بعد قصة الحب الكبيرة دي، وبتقول محدش ليه دعوة ولا ليهم إنهم يعرفوا سبب انفصالها عنه، خلاص كل واحد راح لحاله وبيعيش حياته، ليه نقول وهيستفادوا إيه لما يعرفوا السبب؟